ناكل جلاش والّا ناكل بسبوسة؟ بس ليه ناكل حاجة واحدة لمّا ممكن ناكل الاتنين مع بعض؟ لو عايزين تعرفوا إزاي اتفرجوا على الفيديو. هنبدأ بالسيرب، كوبايتين ونُص من السكر، عليهم كوبايتين ونُص من المَيّة، عصير نُص ليمونة وهارفعهم على النار لمدة 10 دقايق. بعد كده في طاسة معلقة حلوة كده من السمنة البلدي، عليها كوباية ونُص من سميد البسبوسة الخام بدون أي إضافات، هافضل أقلّبه لحد ما يبدأ ياخد لون دهبي. هانزل بمعلقتين سكر وهافضل أكمّل تقليب لحد ما توصل للون الدهبي وتتكرمل بالشكل ده. هارفعها من على النار وأول ما تهدى هانزل برشة فانيلا ونُص كوباية من السيرب اللي إحنا عملناه مع بعض، وكده الحشوة بقت جاهزة نركنها على جنب. لفة جلاش هاقطّعها على قد الصينية اللي هنعملها فيها. بواقي الجلاش دي تقدروا تحتفظوا بيها تستخدموها في أي وصفة تانية. هنجيب الصينية هندهنها الأول بشوية سمنة، وما بين كل طبقة وطبقة طبعا شوية سمنة. حطوا عدد الطبقات اللي انتوا عايزينه، أنا حطيت 6 طبقات تحت و6 زيهم فوق. في النص حطيت الحشوة بتاعتنا، ظبطوها وخلوها بسمك واحد. هنكمل برضو باقي الطبقات كده على الوش، وعلى الوش شوية سمنة. قطعوها بعد كده لمثلثات أو مربعات على حسب ما تحبوا. كده عندي بقت جاهزة تدخل الفرن، تطلع بلون ذهبي تحفة من فوق ومن تحت. تخرج سخنة، السيرب بارد، نغرقها بقى بالسيرب اللي احنا عملناه مع بعض، سيبوها تتشرب. اقلبوها في طبق التقديم وقدموها بأي طريقة انتوا حابينها، بجد لازم تجربوها، خطيرة وبس كده.